أقدم لكم الطاقم الطبي الذي يعمل بالمركز الصحي دار السلطان، والذي يتكون من الطبيب الرئيسي الدكتور بن عمر هشام، والممرضة الرئيسية السيدة الكبالي هدى، والممرضة السيدة عواطلي عزيزة. هذا الطاقم الطبي يسدي خدمات صحية لساكنة تقدر ب 7600 نسمة، وتشمل هذه الخدمات الاستشارات الطبية، وكذلك الصحة المدرسية والصحة الإنجابية، إضافة إلى التوعية الصحية والانفتاح على المجتمع المدني والجماعة الترابية لدار السلطان، وكذلك المركب السجني لتولان. يجدر بالذكر أن هذا المركز الصحي في إطار محاصرته لوباء الحصبة قام مؤخرا بتلقيح ما يناهز 4500 سجين و900 موظف بالمركب السجني لتولان. ويأتي تدشين هذا المركز بعد إعادة تأهيله في إطار المشروع الملكي السامي الذي يهدف إلى إصلاح المنظومة الصحية وتثمين الموارد البشرية ورقمنة القطاع الصحي وتعميم التغطية الصحية. وهذا المشروع يعكس الرؤية الملكية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في تحسين جودة الخدمات الصحية وجعلها في متناول المواطنين. احنا فرحانين دابا بعودة المستوصف لنا في حلة جديدة. بصراحة ما كناش نتوقعوها يكون عندنا هنا في العالم القروي مستوصف بهذه المواصفات هذه اللي في المدينة وما كاينش بحالها صراحة تقال. وتنشكر الطاقم الطبي كامل من الطبيب صراحة تقال انسان خلوق ومسكين متفهم صراحة تقال تيتعاون، وطاقم تاع زعما لي زانفيرميير كلهم زعما الله يعمر بهم الدار صراحة تقال ما تيخسروا الناس فيما تنمشيو تنجيو عندهم تلقاوهم احسن من في شي بلاصة اخرى. ما حسن القديم ولا الجديد؟ لا هذا حاجة أخرى. هذا عاوتاني القديم ما كانش صراحة تقال، ولكن كانوا زعما تيديروا تيعطيو كلشي اللي عندهم. القديم ما كانش اللوكال، ولكن كان الانسان كان زويون، الطاقم الطبي كان مزيان. دابا تبارك الله اللوكال زوين صراحه تقال هادشي منتهى الروعه زعما صراحه تقال. من طبيعي المواطنين يحافظوا على هادشي يبقى بحال هكا.